بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال نقدمه إلى الشيخ الوالد صالح اللحيدان حفظه الله تعالى: ما الموقف الصحيح تجاه ما حصل في فرنسا من الأعمال الإرهابية؟ جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان. لا شك أن ما سمعنا عنه ونشر عنه من الجريمة البشعة الخطيرة أنها جريمة منكرة لا يمكن أن نقرها على الإسلام، ولا الصادقون من البشر المؤمنون بالله جل وعلا، لأن هذا الشر غدر وخيانة وإرعاب وإرهاب وتعريض لمن لا يد لهم في سياسة ولا غير السياسة من نساء وأطفال وعاجزين وغير عاجزين لمثل هذه البلية البشعة الخطيرة. فكل مؤمن عاقل يستنكرها بدون شك. والدول الإسلامية التي سمعت عنها وفي مقدمتها دولة بلاد الحرمين فقد استأخرتها وهي استنكار، وهي جريمة جديرة بأن يستنكرها كل مؤمن وكل عاقل. فنسأل الله جل وعلا أن يثبت دعاة الشر وأمثال الفحش وزعامات الغدر والخيانات، أن يثبتهم عاجل غير عاجل، والله المستعان.